والمنتجات. نعم. رواء عصمت من الإعلامية المعروفة من عدن. مساء الخير رواء. ألو مساء الخير. ألو. مساء النور والعافية. تحية لك. تفضلي. أهلا فيك. تفضلي. ألو. أيوة معك تفضلي. كيف تابعتي القرار الأخير لوزير الإعلام والأجواء؟ أولا أحييك. نعم أحييك. اخفضي صوت التلفزيون رواء. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، زميلي في قناة عدن الفضائية حسن ميسري وسعد ماوري. نعم. وأيضا القرارات التعسفية التي صدرت مؤخرا من قبل وزير الإعلام هي قرارات غير قانونية. أولا هذه القرارات لا يصدرها إطلاقا الوزراء. المخول الوحيد فقط في إصدار هذه القرارات هو رئيس الجمهورية كما نصت عليه المبادرة الخليجية. نعم. المبادرة الخليجية نصت على أن المخول رئيس الجمهورية هو من يعين حسب القرار الجمهوري لمدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون بدلا عن الأستاذ حسن مقبل. الأستاذ حسن مقبل كما هو مشهود له بنزاهته وحبه وتقديره من قبل الجميع، أيضا حسن الخلق، ولا ننسى ذلك أيضا بأنه قد تحمل من قبل مدير عام مؤسسة قبل الأستاذ أحمد طاهر الشيعاني، كان نموذجا كفء حقيقة، له تجربة طويلة، الكل يشهد له. إذا هذه القرارات تعتبر قرارات تعسفية إقصائية تخدم فقط أطراف معينة، أطراف حزبية، لا تخدم أطراف بعينها بشكل عام. نعم. نحن هنا نقول وزير الإعلام عليه أن يدرك تماما بأنه في حكومة الوفاق الوطني، نحن جميعنا في حكومة وفاق وطني، ليس أننا نعمل على إقصاء الآخرين، تهميش الآخرين، استبعاد الآخرين وجلب آخرين، وذلك أيضا لنقل التثوير لنقل التسريب الثوري إلى الأجهزة الإعلامية. هذا مرفوض بتاتا. نعم. لا يمكن العمل به إطلاقا في هذه الأجهزة الإعلامية. نعم شكرا. من هنا تفضلي. محمد منصور، من هنا أقول أن جميع هؤلاء الآن الذين أشاهدهم الآن المعتصمين، سواء كان في مبنى الإذاعة والتلفزيون أو في جميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية، هم يوصلون هنا رسالة واضحة. هذه الرسالة مفادها هنا أن على رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا رئاسيا وسريعا بوقف مثل هذه القرارات التعسفية الإقصائية من قبل وزير الإعلام. نعم. وهذه القرارات فقط أن تصدر من قبل رئيس الجمهورية لا غير. طيب. وأيضا أن تكون رسم الصورة الإعلامية السياسية واضحة كما ذكر الأستاذ حسن، زميلي حسن نعم. ميسري، قال بأن الإعلام اليوم أصبح يخدم أطرافا معينة. بالفعل نرى أن قناة اليمن تحولت من درجات إلى درجات أخرى، بمعنى أنها لا تخدم المرحلة الراهنة. طيب. نعم. وعندما توجه الوطن لا نعم. تخدمها. إذا نعم. نحن مطالبين بماذا؟ ببناء يمن جديد. نعم. مطالبين برسم سياسة إعلامية صحيحة. نعم. رواء، حتى عندما نقول، وأنا أشكرك شكرا جزيلا، عندما نقول لبعض الملاحظات على الإعلام الرسمي، نحن لسنا من كوكب آخر، نحن أبناء هذه المؤسسة، ونقدم ملاحظات لزملاء لنا وإخوة لنا مبدعين، مخرجين، مذيعين، معدين، لا بأس أن نتبادل النصح